ازاي حضرتك يا باشمهندس؟ الحمد لله تمام. عنوان الفيديو النهاردة ان احنا ما نشتريش 4 حاجات وقد يكونوا اكتر من 4 في حالات معينة. ما نشتريش فول، ما نشتريش غزل بنات او لبن ولب وسوداني والحاجات دي. فممكن تكلمنا بالتفصيل؟ بص يا ستي، احنا كلنا عارفين ان الفم بيئه مناسبه جدا لنمو الميكروبات والكائنات الحيه الدقيقه زي البكتيريا والفيروسات والحاجات دي كلها. ليه؟ لان الجو رطب جوه الفم، وفي نفس الوقت في اكل وفي بقايا طعام بين السنان وبين اللثه والحاجات دي كلها. جميل؟ جميل. احنا في امراض كتيره بتنتقل عن طريق اللعاب بتاع الانسان. الراجل اللي بيبيع اللب بيعمل ايه؟ بياخد الكيس كده، بيعمل ايه؟ عايز يعبيه، فبيفتحه كده لازم في بعض وينفخ فيه. صح ولا مش صح؟ صح. فلما ينفخ فيه بينزل ايه؟ بينزل لعاب محمم بالبكتيريا الممرضة. طيب، وقد يكون الراجل اللي بينفخ ده اساسا عنده امراض معديه. يعني ممكن يكون عنده فيروس الف او ب، او ممكن يكون عنده برد، او ممكن يكون عنده انفلونزا، او ممكن يكون عنده التهاب في الحلق وغيره وغيره من الامراض اللي ممكن تعدي عن طريق اللعاب. فهو بينفخ كيس، مش ده الكيس اللي بتاع اللب، بينفخه عشان يعبيه. اذا نقل كل الحاجات اللي عنده دي كلها على اللب بتاع اللبن. نفس الكلام، الكيس مش هو ده الكيس بيبقى كده، بيبقى كيس لازق في بعض، عايز يفتحه بيعمل ايه؟ بينفخ فيه ويجي معبيه اللبن او معبيه فول. وغزل البنات كمان. وغزل البنات، غزل البنات، ويعبي غزل البنات وينفخه ويخليه كده احمر واخضر واصفر وهكذا. يعني كلها رذاذ محمل على الزفير اللي احنا طلعناه. قد يكون برضو امراض معديه. في بكتيريا كتيره في الفم زي لاكتوباسيلس وزي السيربتوكوكس وزي ستافيلوكوكس وزي كتير جدا، زي الفيروسات. يعني الفيروسات اللي هي بتاع الجهاز التنفسي دي كلها ممكن تكون موجوده. كل ده كان ممكن موجود يتنقل الانسان. معنى كلام حضرتك ان احنا لو شفنا اي حد من الناس اللي بتبيع الحاجات دي ما نشتريش على الوضع ده. ما نشتريش، نقول له سلام عليكم، يا تعبيني من غير ما تنفخ يا مش هنشتري. وبعدين في حاجه مهمه جدا، الرذاذ اللي بينزل ده مش هو عباره عن جزء من التفه؟ طب انت تقبلي تاكلي حاجه فيها تفه؟ لا طبعا. بس كده. شكرا.